زمان لما كانت العيلة تتجمع كان في صوت وضحك وحكايات. الأب يحكي عن يومه، والأم تحكي عن البيت، والأولاد يحكوا عن المدرسة. كان في حاجة اسمها جلسة العيلة. لكن لو بصينا حوالينا النهاردة هنلاقي إن نفس الجلسة موجودة، نفس الأشخاص، نفس المكان، لكن كل واحد في عالم تاني. الأب ماسك الموبايل، الأم بتقلب في السوشيال ميديا، الأولاد كل واحد في شاشة مختلفة. العيلة قاعدة لكن الحوار مختفي. خلونا هنا نتوقف قليلا. السوشيال ميديا عملت حاجات كتيرة مفيدة، قربت المسافات، خلت العالم كله في ايدينا. لكن في نفس الوقت بدأ يحصل نوع غريب من البعد، بقينا قريبين من ناس بعيدة وبعاد جدا عن ناس قريبة. المشهد اللي بيتكرر في بيوت كتير: أسرة قاعدة على السفرة. زمان السفرة كانت مكان للكلام، النهاردة هي مكان للشحن، شحن الموبايل. كل واحد عينه في الشاشة وكل واحد بيضحك على حاجة مختلفة، لكن محدش بيضحك مع التاني. السؤال الحقيقي: امتى الموبايل بقى وسيط بينا بدل ما يبقى وسيلة بتقربنا؟ امتى بقينا نعرف اخبار ناس بعيدة اكتر ما نعرف اخبار اللي احنا عايشين معاهم؟ امتى بقى طبيعي ان ابن يقعد ساعات جنب ابوه من غير ما يحصل بينهم كلام؟ خلونا هنا نتوقف مرة تانية. المشكلة مش في التكنولوجيا، المشكلة في طريقة استخدامها. الموبايل أداة، لكن لما الأداة تتحول لعالم كامل ساعتها الحياة الحقيقية بتختفي. العلاقات محتاجة وقت، محتاجة كلام، محتاجة نظرة في العين، مش مجرد لايك أو رسالة. الموضوع أصبح مؤثر جدا على الأسرة. لما الحوار يقل مؤكد إن الفهم بيقل، ولما الفهم بيقل المسافة بتكبر. الابن ممكن يبقى عنده مشكلة لكن محدش واخد باله. الأب ممكن يبقى شايل هم كبير لكن محدش سامعه. كل واحد موجود لكن التواصل الحقيقي مختفي. المفارقة الغريبة إن السوشيال ميديا اسمها وسائل تواصل، لكن أحيانا بتخلي التواصل الحقيقي أقل. بنبقى بنتكلم مع مئات الأشخاص لكن مش قادرين نتكلم مع بعضينا، مع أقرب الناس لينا. والسؤال الأهم: هل التكنولوجيا جمعتنا بدل ما تفرقنا؟ الإجابة نعم، لكن إيه الشرط عشان تنجح التكنولوجيا إن هي تجمعنا مع بعض؟ إننا نفتكر إن الموبايل وسيلة مش حياة، إننا نرجع لحظة الكلام، لحظة الضحك، لحظة الاهتمام. العيلة مش مجرد ناس ساكنين في بيت واحد، العيلة حكايات مشتركة وأوقات بنقضيها سوا. لو كل واحد عاش جوه شاشته الحكايات دي مؤكد هتختفي. يمكن التكنولوجيا غيرت شكل الحياة لكن لسه في إيدينا نختار، هل نخليها تقربنا ولا تبعدنا؟ عشان كده خلونا كل شوية نقفل الشاشة ونفتح الكلام، يمكن ساعتها نرجع نفتكر إن أجمل لحظات الحياة مش على الموبايل. عشان كده هنا لابد أن نتوقف قليلا. أشكركم وإلى حلقات أخرى قادمة.